في افتتاح تصفيات كأس أفريقيا 2025 التي تنطلق شهر أيلول سبتمبر المقبل، بعد أن كانت قرعة التصفيات أوقعت محاربي الصحراء في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات غينيا الاستوائية وتوغو وليبيريا. وتجري النسخة المقبلة من كأس أفريقيا 2025 في المغرب مع نهاية عام 2025 وبداية 2026، ويستضيف المغرب بطولة كأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه مصدر وين وين. إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يستعد لنقل مواجهة المحاربين الافتتاحية في تصفيات كان 2025 خارج العاصمة الجزائرية وملعب نيلسون مانديلا الذي تعود عليه زملاء ابن ناصر في الفترة الماضية، لتزامنها مع إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 أيلول سبتمبر. وبما أن الاتحاد الجزائري استقر مبدئياً على تاريخ 5 أيلول سبتمبر لإجراء لقاء غينيا الاستوائية، فمن المرجح نقل المواجهة إلى ملعب ميلود هدفي بوهران أو 19 مايو بعنابة، وتقع المدينة الأولى غربي البلاد والثانية شرقي العاصمة الجزائرية، وتكون مباراة منقولة على قنوات الجزائرية السادسة والأراضية بداية من ساعة 8 ليلاً